كيكة الروان الخطيرة، أتحداكي هتقومي تعمليها حالا من حلاوتها. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هنسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كيكة يا جماعة بجد روعة جميلة جدا، هشة وجميلة ومسقية بالشربات أو السيرب. بصوا بياضها جميل ناصع، بس الكاميرا جايباها غامقة سنة مش عارفة ليه، بس هي جميلة جدا، لونها أفتح من كده الدرجة، بس هي خطيرة خطيرة بجد. بتسقيها بالسيرب بالشربات وسهلة جدا، لو أول مرة بتعمليها هتطلع معاكي ناجحة 100% إن شاء الله. هنعملها بأقل التكاليف، بالمقادير بتاعتنا موجودة في كل بيت، إن شاء الله هتعجبكم. لو أول مرة تتابعوني اكتبوا لي بتتابعوني منين، وقلب وتعليق محفز منكم إن شاء الله، ولايك جميل منكم كده، وربنا يشفينا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين جميعا يا رب العالمين، ويرحم موتانا وموتى المسلمين جميعا يا رب العالمين. بص بتسقيها بقى، بس الشربات بتاعك كده شربات تقيل مش خفيف، بتسقي بقى لحد ما بتشرب معاكي وتلاقيها شربت معاكي. بتحطي جواها جوز هند وبره جوز هند. هقول لكم على الطريقه، سهله جدا وبسيطه جدا، لو اول مره هتعمليها هتطلع معاكي ناجحه وسهله وجميله جدا وبسيطه جدا. بتزينيها التزيين ده بتاعك براحتك، انت براحتك بتزيني، بترشي عليها خالص كلها براحتك، عايزه تحطي فستانات على كل قطعه كده براحتك برضه، ده حاجه حسب ذوقك انت يعني. وهنعملها طبعا عندك مضرب يدوي، عندك خلاط، عندك مضرب كهربائي، سهله جدا وبسيطه جدا، اي حاجه هتعملي بيها سهله جدا، مش هتاخد معاكي وقت ان شاء الله. هشه وجميله جدا وشاربه الشربات بتاعها مظبوط جدا، مش هي بسبوسه وكيكه في وقت واحد، مرمله وهشه. بصوا بسبوسه وكيكه مرمله وهشه، اتنين في واحد، جميله جدا جدا وطعمها خطير بجد. بألف هنا ان شاء الله هتعملوها وتجربوها، لو اول مره هتعمليها هتطلع معاكي ناجحه 100% ان شاء الله. نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. رتبوا فمكم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. اذكروا ربنا كده في الأكل بتاعكم إن شاء الله يطلع جميل وحلو. وبسم الله هنبدأ بقى. أول حاجة هنعملها الشربات، عشان هيبرد، عشان مش هنحط سخن عليها، تمام. كوبايتين سكر، معانا كوبايتين سكر، كوبايتين سكر عشان يبقى شربات تقيل، هنحط عليهم كوباية ونص مية، وهنحط عليهم قطعتين ليمون، شريحتين ليمون. اول ما يغلي وهتطفي عليه، بحط عليه معلقه جلوكوز، نص معلقه جلوكوز، عسل جلوكوز، واقوم طافيه عليه. تمام. معانا المقادير بقى، بسم الله. معايا ديت كوبايه حليب، مج حليب، 3 بيضات، تمام. معايا كوبايه دقيق سمولينا، كوبايه دقيق ابيض، نص كوبايه جوز هند، نص كوبايه زيت، كوبايه سكر، عصرتين ليمونة، ليمونتين 2 معصورين، فانيليا، بيكنج باودر، ذرة ملح بتاعت جميع الحلويات. أول ما هنبدأ بقى هنسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أول حاجة هنجيب الخلاط، هنحط كوباية السكر في الخلاط، هنحط البيض، وطبعا مادام حطينا البيض يبقى هنحط الفانيليا، تمام. ما تكترش الفانيليا عشان الفانيليا بتمرر الحلويات. وهنضربهم في الخلاط لحد ما يندمجوا مع بعض. اول ما يندمجوا مع بعض نرفع الخلاط، هنحط الزبادي، مج زبادي. ولو عندك حليب خلي نص مج حليب ونص مج زبادي، تبقى جميله جدا برضو. هنحط الزيت بتاعنا، هنضرب الزبادي الاول في الخلاط وهنحط الزيت بعد كده، تمام. وهنحط الليمون معانا، الليمون كمان، وهنضربهم ونخلطهم مع بعض كويس في الخلاط كده. المواد السائلة بتاعتنا كلها انخلطت مع بعضها. هجيب بولة بقى وهنفضي فيها المواد السائلة كلها كده زي ما انتم شايفين. هنبدأ بقى بالمواد الجافة، هنحطها واحدة واحدة كده مع بعض. أول حاجة معايا ذرة الملح، عشان ما ننساهاش كده، ذرة الملح، نص كوباية جوز الهند، هنحط دقيق السيمولينا الأول،
دقيق السمولينا اللي هو دقيق البقسماط، يعني اللي هو دقيق بسبوسة، يعني له كذا مسمى. تمام. هننخل الدقيق بتاعنا، أهم حاجة تنخليه، ده اللي بيدي الهشاشة للكيك، الكيك الرواني ديت أو أي كيك طبعا. أي دي لما بيتنخل عامة بيدي هشاشة لأي معجنات، بس الكيك بيتنخل كذا مرة. معايا بقى، بصوا بقى المعلقة ديت، يعني قولوا معلقة صغيرة، معلقة شاي كينج باودر بس، مش اكتر من كده. هنقلب كل مواد الجوافه دي الاول، وبعد كده نقلبها نخلطها في الخليط بتاعنا كويس، بس مش هتعجني كتير عشان دي السمولينا ما يعملش عرق. يا دوبك اول ما تحسي ان الدقيق اندمج مع الخليط وكله شرب من بعضه كده، بصي بالراحه، مش بتعملي قوي، مش بتعمليه بسرعه، لا، يا دوبك بس تخلطي المواد الجافه مع المواد السائله كده. ومن الاسباتيولا عشان لو في دقيق في القاع بتاع البولة ولا حاجة، بتقلبي وتطلعي كده عشان بيبقى فيه بعض الدقيق ما تقلبش مع بعض. جهزي صينية بقى مقاس 26، ودهنيها سمنة أو زيت، وحطي عليها الدقيق، رشة دقيق كده، عفرها بالدقيق، وحطي فيها السائل بتاعنا والعجين بتاعنا. تمام كده خلاص، عجينة الكيك شغالة، خلصت. هتكوني بقى مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 قبلها ب10 دقايق. هنحطها في الفرن لمدة 20 دقيقة، وهنطلعها 20 دقيقة ربع ساعة حسب سمك الصينية اللي انت حطوها. تمام. طبعا الشربات بتاعنا ساقع، احنا عاملينه قبلها وساقع بارد، يعني مش سخن. اول ما بنطلع الصينية ما بنحطش عليها الشربات على طول وهي سخنة، خلي بالكم، بتسيبيها تهدى 10 دقايق ربع ساعة بالكتير، وبعد كده بنسقيها بالشربات بتاعنا. ده شربات تقيل، بصوا يا جماعة شربات تقيل ازاي. تمام. بتعملي بقى، انا حطيت الشربات على، يعني حطيت لها، لقيتها محتاجة تاني، حطيت كملت الباقي ليها. يعني مش بتحطيه مرة واحدة، لا، بتحطي وتسقيها كده، شربت ومحتاجة تاني، تحسي انها محتاجة تاني بتزوديها شوية. المهم ما تبقاش عجينة بالشربات، مش بسبوسة، خلي بالكم. بتزيني بقى بالايه، جوز الهند، طبعا حاطين جواها جوز هند، بنزين بره بقى جوز الهند زي ما انت حابه بقى، عايزه تحطي على الوش كله حطي، عايزه تحطي على كل قطعه حطي براحتك يعني. طبعا ممكن برضو كريز، فستق، اللي عندك كله، اي متاح، مكسرات، اي حاجه عندك بتزيني بيها، ده التزيين ده بتاعك انت براحتك انت. بس بقى السكينه ماشيه فيها ازاي، جميله جدا، جميله بجد، وهشه بألف هنا. اكتبوا لي بتتابعوني منين، وحطوا لي لايك جميل كده منكم، محفز منكم ان شاء الله، وتعليق جميل منكم. بصوا الجمال والحلاوه، بصوا جميله جدا جدا بجد، بألف هنا، جميله جدا، وهشه وطريه وجميله بجد، ومرمله، يعني حاجات هشه وطريه وجميله ومرمله في نفس الوقت، وشاربه الشربات بتاعها. يلا لو اول مره تتابعوني اكتبوا لي بتتابعوني منين، اترككم في رعايه الله وحفظه، مع السلامه.